مسا قوي النهارده ان اكلمكم عن واحد من اكتر المسلسلات التركيه اللي انا اصلا لما فكرت ارجع اليوتيوب قلت ده اول فيديو لازم اعمله، عشان انا عاوزه ادي للمسلسل ده حقه، لان ده واحد من اكتر المسلسلات التركيه المميزه اللي انتوا هتشوفوها. مسلسل ما حصلش في الدراما التركيه قبل كده. الفكره بتاعته سواء التمثيل اللي فيه، الديكور، القصة، كل حاجة في المسلسل ده جديدة. انت شفتوا في عنوان الفيديو طبعا هو مسلسل البراعم الحمراء، فتعالوا نتكلم عن المسلسل ده بالتفصيل، وتعالى اقول لكم ليه هو فعلا مسلسل مميز. حاجة هنتكلم عن القصة، وهنتكلم عن قصة الجزء الأول سريعا لأن المسلسل نازل منه جزئين. قصة المسلسل ده ليه جديد على الدراما التركية؟ لأن هي بتناقش فكرين في المجتمع التركي، ودي أول مرة تحصل يا جماعة. لكم حاجة كده سريعا، الجزء بتاع الممثلين، المخرجين، أي حد بيشتغل في الصناعة بتاعة الدراما في تركيا هو ليه فكر علماني. هو مش مؤمن بأي حد متدين، وما يحبش ان هو يجمله، وما يحبش ان هو يطلعه في شخصية في مسلسل ويبرزه. عايزين اكلمكم عن اللخبطة دي بتاعة العلماني والاسلامي ومش عارفة ايه. ممكن اعمل لكم فيديو بالتفصيل عن الموضوع عشان تفهموا تركيبة المجتمع التركي عاملة ازاي، وبالتالي تفهموا ان المسلسل ده ما كانش سهل ان هو يطلع. الاساسيه من المسلسل ان هو يناقش فكرين في المجتمع التركي عايشين مع بعض، الفكر العلماني والفكر الاسلامي، ويناقش وجهه نظر الطرفين. عندنا شخصيه الدكتور النفسي ليفانت اللي بيقوم بدوره أوزجان دينيز العبقري اللي انا بعشقه، بيقوم بدور دكتور نفسي بمعالجه جنيد اللي هو واحد من جماعه اسلاميه وبفكر اسلامي تماما. جنيد ده بيتعالج من حالة صدمة ان هو وهو صغير كان سبب في وفاة مامته، ومن ساعتها وهو داخل في صدمة نفسية من الطفولة، وبيروح يتعالج عند الدكتور ليفانت. من هنا هتشوفوا احلى المشاهد التركية اللي هتشوفوها في اي مسلسل. فكرين بيقعدوا مع بعض، مش مجرد دكتور ومريض، فكرين بيقعدوا مع بعض بيناقشوا كل حاجة في المجتمع من وجهة نظر فكر علماني ومن وجهة نظر فكر إسلامي. والفكرة مش ان انا اطلع ده غلط وده صح، الفكرة ان انا اوصل لحل وسط ما بين الاتنين. في الجماعة الإسلامية دي بقى هنلاقي شخصية مريم، ست عندها بنت كل هدفها في الحياة ان هي تخليها تتعلم وتبقى احسن منها، لان التعليم في الجماعة دي كان ممنوع. بذل كل المحاولات عشان بنتها تتعلم، ولكن في يوم من الايام هيقرروا ان هم يجوزوا البنت دي بجنيد اللي هو بيتعالج عند ليفان. ده معناه ان هي مش هتقدر تتعلم تاني ومش هتقدر تاخد فرصتها في التعليم. قرر ان هي تروح لحد يساعدها في مسألة تعليم بنتها، وحد يساعد بنتها ان هي تخرج تتعلم بره. فبتروح لمين؟ بتروح لليفان، دكتور اللي بيعالج اصلا جنيد. من هنا تبداوا تشوفوا الاحداث الحقيقيه للمسلسل. تعالوا نتكلم عن الشخصيات لان هي العامل الرئيسي في نجاح المسلسل ده. اول حاجه لو اتكلمنا عن البطل الرئيسي من الاول خالص، العمل كان معمول لأوزجان دينيز. طبعا هقول لكم بعد كده ان الموضوع اتقلب ما بقاش لأوزجان دينيز، ولكن أوزجان دينيز حاليا هو الممثل الأعلى أجر في تركيا. فلما بيعمل مسلسل أنا ببقى متأكدة إن المسلسل ده ناجح. الراجل ده ليه هو أعلى أجر؟ لأنه مفيش مسلسل ليه ما بينجحش وما بيكملش الموسم تاني وتالت. نتكلم بقى عن شخصية جنيد اللي هي ودت المسلسل لحتة تانية خالص. جنيد الدور اللي قايم بيه الممثل مارت، اللي نقله من ممثل عادي جدا ما بيقومش ببطولة لوحده، ممثل صف اول في تركيا دلوقتي. وده بالكلام اللي قاله النقاد. الراجل ده او الشاب ده اتنقل في حتة تانية خالص بعد المسلسل ده، خد جوائز كتيرة جدا يستحقها. عمل دور رجل دين عنده حالة نفسية صعبة، اقنعني. يعني انا مش متخيلة، انا بخش اشوف الصور بتاعته بقول يعني مش معقول يكون الراجل ده مش متدين. لا، الراجل ده اكيد متدين وفعلا عنده مرض نفسي. عامل الدور
مش طبيعي للبنت اللي قلبت الدنيا، اللي كانت قايمه بشخصيه زينب وهي بنت عندها 19 سنه، ودي تاني مره تمثل في حياتها والناس كلها ما بقتش مصدقه تمثيلها. انا لو هتقولوا لي امنيه ايه اكتر حد او اكتر شخصيه بتحبيها في المسلسل ده، هقول لكم البنت دي. جاب مفيش ميك اب، تمثيل بس، خدوا مشاهد تمثيل. انا حاسه ان هي غطت على كل الممثلين الكبار. تعالوا نروح بقى للممثله اللي قامت بدور مريم أوزجو نمال، اللي رجعت بعد 10 سنين. طب هي بعد 10 سنين هي كانت فين؟ هي كانت بتربي عيالها حرفيا، ودي حاجه ممثلين كتير قوي في تركيا بيعملوها، ان هم بيقعدوا ان هم ياخدوا فتره استراحه ويرجعوا. فكل الناس بتبقى عيونها على الممثل ده لما يرجع، هيرجع بأنهي مسلسل كده. الناس كلها كانت متحمسه تشوفها بعد 10 سنين غياب، وعملت دور يا جماعه برضو ما تصدقوش ان دي مش ست محجبه متدينه. في شخصيات بقى تانية فرعيه في المسلسل انا ما اقدرش اعديها كده. يعني الشخصيات دي يا جماعه، اللي عامل شخصيه سعد هدايا مش طبعا، انا شفته في مسلسلات طبعا قبل كده، بس ده اقوى دور طبعا هو عمله، مش طبيعي. الراجل ده عامل دور الشيخ باتقان كده ازاي. الشخصيه التانية اللي انا والله لما دخلت على البروفايل، انا دخلت على البروفايل بتاعها مخصوص عشان اشوف الست دي بقى عامله ازاي في الحقيقه، اللي كانت عامله دور ميسر هانم. ايه ده ايه الست دي عامله زي الستات اللي موجوده في اي بيت عربي، اللي هي المحجبه اللي ما بتحطش ميك اب، شكلها اتقنت الدور بطريقه مش طبيعيه. انا شايفاها بعد شخصيه البنت اللي انا بقول لكم عليها، بعد شخصيه زينب، انا شايفه ان الست دي عملت دور برضو مش طبيعي. مش عاوزه احرق قوي، بس ده جزء حرق. الجزء الاول يا جماعه انتهى نهايه اقوى نهايه انا ممكن اشوفها الفتره الاخيره بصراحه. نهايه خلتني قاعده شهرين مستنيه الموسم الثاني. بعد ما خلصنا الحلقه الاخيره واتكشفت الحقيقه بتاعه قتل مامته، الحقيقه اللي احنا كل شويه نقول اللي قتل مامته عمه، اللي قتل مامته باباه، اللي قتل مامته، في الاخر يطلع هو بكلمه منه كان سبب في قتل مامته. المشهد ده فضلت مش مصدقه، فضلت مستنيه. والموسم الثاني هيعملوا ايه يا جماعه؟ هيبوظوا المسلسل، هيبوظوا لي المسلسل وهيوقفوا لي المسلسل. لغايه ما الموسم الثاني لغايه دلوقتي نازل منه حلقتين، احنا عملنا موسم اقوى وده برضو مش طبيعي في المسلسلات التركيه. انتوا شايفين في مسلسلات بتروح للموسم الثاني قد ايه بتهبل، قد ايه يعني اي حاجه وخلاص، بيعملوا اي حاجه وخلاص. احنا قدام حلقتين لغايه دلوقتي، ايه كم الاحداث في الحلقه الواحده؟ انا مش ملاحقه، يعني انا مش عارفه. انا كنت بقول هم هيعملوا ايه تاني، انا لقيت ان القصه لسه يا جماعه لسه في احداث تانية. الكاتب ده دماغه عبقريه، المخرج عبقري، فانا اتوقع ان الموسم الثاني هيكمل بنجاح. وانا بقولها لك اهو، المسلسل ده هيدخل في موسم ثالث ويستحق الموسم الثاني. انا شايفه ان هيبقى اقوى بجد بالحلقتين اللي انا شفتهم، هو هيبقى اقوى من الموسم الاول، ولسه في حاجات تانية متشوقه اعرف نهايتها ايه. يعني انا بالنسبه لي هو اقوى مسلسل بيتذاع حاليا. برضه عايزه اعرف رايكم ايه السلبيات اللي شفتوها في المسلسل، الايجابيات، هل شايفين ان هو فعلا اقوى مسلسل؟ اكتبوا لي عاوزين تشوفوا ايه الفيديو الجاي، ده المهم. انا عاوزه تقولوا لي انتوا محتاجين تشوفوا ايه هنا على القناه، واشوفكم الفيديو الجاي واقول لكم ايه. هادي جريشروز.